السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم نعوم. اليوم جيناكم فيديو جديد، جبنا لكم وصفه هايله بالبزاف. درنا لكم بسبوسه مشربه ومعطره تحفه. ما تبخلوش علينا حبابنا باللايك والتعليقات الشابين الزوينين، واللي هذه اول مره يشوفونا يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس. انا هنايا اختاريت نديكوري البسبوسه تاعنا بنواة كوكو كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هنا بعد اللي خليتها تشربت غاية، خلوها تبات ليلة كاملة باش تشرب غاية. من بعدها نديكوروها وقطعوها. حطيت حبات لوز كما راكم تشوفوا، وهنا حكمت قرقاع زدتها في الوسط كما راكم تشوفوا. جات ما شاء الله تحفة، ديكور هايل وبنا ما نحكي لكمش، روعة ما شاء الله. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخير، نتمنى تجربوا الوصفة وتعطونا رايكم فيها. حبابنا الزينين مشاهدينا الأوفياء، ما تبخلوش علينا باللايك وتعليقاتكم الحلوة، واللي هذه أول مرة يشوفونا يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد إن شاء الله. دايما مع نعوم نعطوكم أسرار وتقنيات الوصفات باش ينجحوا لكم الوصفات وتتعلموا تقنيات الطبخ وأسراره. ها هي البسبوسة تاعنا قطعناها ما شاء الله مشربة ومعطرة تحفة. ما نطولش عليكم، أرواح نكتشفوا كيفاش خدمناها. عندنا المقادير 4 حبات بيض، وعندنا 2 مغارف نواة كوكو، وقرصة ملح، وزوج باكي خميرة، وزوج فاني. وهنا عندنا حبة ليم نحينا لها الساس تاعها كما راكم تشوفوا. وهنايا كاس سكر، كاس حليب، وواحد ياغورت، والعطر، والسميد حتى هو السميد يكون متوسط، ما غليظ بزاف ما رقيق بزاف، باش ما تجيكش معجنه وباش ما تجيكش ناشفه كي ديري الغليظ. لهنا درنا الزاز تاع الليمون وحلينا الليم عصرناه، عصرنا نص حبه ليم. اذا كان متوفر البرتقال تقدي ديري عصير البرتقال، ومام الشربات تقدي تخدميها بالبرتقال في بلاصه الليم، تجي هايله ما شاء الله. هنا كسرنا 4 حبات بيض، كيما تقدي ديري 3 حبات بيض. لهنا زدنا عليهم قرصة ملح، وزدنا عليهم زوج باكي فاني، وخلطنا. من بعد زدنا كاس سكر، خلطنا غاية السكر حتى ذوبناه، وزدنا عليهم عطر الموز. هنايا العطر زدته غير للكولاج، ما غاديش يأثر عطر الموز هنايا، غادي يغلب عليه الليم. خلطناه وزدنا عليه كاس زيت، كاس حليب، وزدنا عليهم 2 مغارف نواة كوكو. خلطنا مليح. من بعد ضفنا بواطة تاع الياغورت، تقدي تضيف فيه ياغورت طبيعي. خلطنا غاية وبدينا نضيفه في السميد تدريجيا. هنا السميد قلتلك ديري متوسط، انا استهلكت هذه الكمية كامل تاع السميد اللي راكم تشوفوا فيه، يعني درتها كامل. زدنا 2 باكي خميرة كيميائية، وخلطنا غاية. خلطنا مليح الخميرة تاعنا. شوفوا القوام تاع البسبوسة تاعنا كيفاش راها خفيفة ماهيش ثقيلة بزاف. حطيناها في البلا ودخلناها للفرن. الشاربات هنايا رانا موجدينها 2 كيسان سكر وربع كيسان ماء وشرائح الليمون. كي تبدا تغلي نخلوها 10 دقائق ولا ربع ساعة ونقلوها. بردناها غاية الشربات وجبنا درناها فوق البسبوسة تاعنا وهي حامية باش تتشرب غاية وما تجيش ناشفة. خليناها ليلة كاملة تشربت، ومن بعد ديكوريناها وكما راكم تشوفوا رانا نقطعوا فيها. هنا تفكرت واحد الاخت غالية عليا بزاف، اخت نهيلة. ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير نهيلة، انتي وكامل الناس الزينة، سوسو، يسرى، عيشة، هديل، نور، مريم، الحباب كاملين ان شاء الله نتلاقوا في ساعة زينة. كما راكم تشوفوا البنات، ها هي البسبوسة تاعنا خارجة محمرة من الفوق من التحت ما شاء الله، خارجة مشربة تحفة متحفة. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة.